نظرية التكيف لا تشمل فقط المتعة ولكن تشمل أيضا الألم. تخيل أن تفقد قدرتك على التكيف مع الألم. لا، أريدك حقا أن تتخيل أنه لا يمكن لعقلك وجسدك أن ينسوا الألم الذي مررت به عند فقدانك أقرب أحبابك. لا تستطيع أن تتأقلم مع ألم الفقد أو الفشل أو أي نوع من أنواع الألم. تخيل أن هؤلاء المصابين لم يستطيعوا تحسين شعورهم بالألم. أن يكون الألم شيئا لا يذهب كما كنت تريد أن تكون المتعة شيئا لا يذهب. أريدك أن تتخيل تراكم الآلام من مواقف متعددة. كيف يمكن للإنسان أن يحيا مثل هذه الحياة؟ ولهذا فنظرية التكيف هي من أكبر الدلائل على حكمة ورحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فاعتيادنا على المتعة والإنجازات يجعلنا نسعى ونجتهد لنطور من أنفسنا ونعمر هذه الأرض. فهذا التكيف هو السر الأعظم لكلمة الطموح المستمر، وهذا من حكمة الله وعلمه. وأما اعتيادنا على الألم فهو يجعلنا أقوى في مواجهة تحديات الحياة وصعوباتها، لأنه يوجد بداخلنا ما يقول لنا يمكننا تخطي هذا الألم كما تخطينا ما قبله. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعدنا أن يعدنا عدة لكي تقوى عضلات تحمل الألم لدينا لنصبح أفضل. سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه القدرة على التكيف هي أكبر دليل على أن السعادة ديناميكية وليست ثابتة. فقد تيقنا الآن أنه لا يمكن لأحد أن يثبت مكانه ويظل سعيدا بنسبة 100% أو يظل بائسا 100%. ولذلك يجب أن نتحرك دائما. كبسولة: نحن لا نصل إلى السعادة ولكن نحيا بها. السعادة والتخيل happiness and imagination. نحن البشر عندنا قدرة رائعة على التخيل قد يعتبرها باقي المخلوقات قوة خارقة. هذه القدرة تميزنا وتجعلنا قادرين على صناعة الكثير من القرارات وتجنب الكثير من المواقف بمجرد التفكير والتخيل. دعنا نقوم بواحد من أجمل التدريبات. هل ترى هذه القطعة من الوافل؟ إنها تنتظرك. أريدك أن تسبح بمخيلتك وتتخيل معي سقوط شلال من النوتيلا على هذه القطعة مع خليط من قطع الفواكه المفضلة لديك تتساقط عليها من أعلى كما يحدث في إعلانات الطعام. وهناك كرة كبيرة من الآيس كريم بنكهتك المفضلة توضع فوق هذا المزيج. إن لم تستشعر لذتها بداخلك فأغمض عينيك وتخيل ما يحدث. هل يمكنك تخيل كم ستكون لذيذة؟ إن لم تكن من محبي الحلويات فدعنا نذهب إلى مطبخنا الجميل لنحضر لك أفضل قطعة من البرجر المتبل. سنأخذ قطعتين من الخبز ونقوم بدهنهما بقليل من الزبدة الممزوجة بالريحان ونضعهما على الجريل لينال قسطا بسيطا من القرمشة. بعدها سنختار ما تحبه من مايونيز وخس وطماطم وخيار مخلل وقطعة البرجر، ثم نسقط عليها شلالا ولكن هذه المرة من الجبن الذائب ليكون هذا الساندويتش مزيجا من القرمشة والنعومة والتزحلقات في فمك. السعادة والتوقعات، المقارنات والسوشيال ميديا. happiness, expectations, comparisons and social media. هذا الجزء مركب بطريقة ما، فجميع ما سيتم شرحه قد يكون متشابكا ومترابط بطرق مباشرة وغير مباشرة. لهذا دعنا نمشي الطريق خطوة تلو الأخرى ولا تتعجل في القفز إلى التحليلات سريعا. والآن إن لم تثق في خيالك فعليك أن تثق بتوقعاتك، ففي النهاية يجب عليك أن تثق بشيء. السعادة والتوقعات. في جامعة هارفارد قام دكتور دانيال جيلبرت بعمل تجربة على مجموعة من الطلاب تم تقسيمهم لمجموعتين. المجموعة ألف يقدم لها صينية بها رقائق البطاطس المقلية وبجانبها علبة بها سردين ليست للأكل، والمجموعة ب يقدم لها صينية بها نفس رقائق البطاطس ولكن بجانبها شوكولاتة ليست للأكل. وقاموا بتسجيل تخيل الفريقين عن مدى استمتاعهم برقائق البطاطس. المجموعة ألف أبدت مستوى مرتفعا من الإعجاب التخيلي، والمجموعة ب أبدت مستوى أقل من الإعجاب التخيلي. ولكن عندما تم تقييم الإعجاب من خلال أكل رقائق البطاطس فعليا كانت النتيجة واحدة كما هو موضح بالرسم. وهذه نتيجة منطقية جدا، فلا بد أن يكون مذاق قطعة من البطاطس المقلية في فمك واحدا حتى وإن كان في نفس الغرفة شوكولاتة أو سردين. ماذا حدث في توقعك؟ لماذا يتخيل شباب المجموعة ألف أنهم سيقومون بالاستمتاع بقدر مختلف عن الشباب في مجموعة ب، بينما الواقع يقول إنه لن يكون هناك اختلاف؟ هذا ما يسميه دكتور دانيال جيلبرت بانهيار الانتباه attentional collapse.
كولابس. يحدث انهيار الانتباه عندما يقوم عقلنا بعمل مقارنات بطريقة غير مباشرة وبنسبة في بعض الأحيان دون وعي، ويقوم بإعطائنا إجابات قد تكون غير دقيقة على الرغم من أنها تبدو في أعماقنا وكأنها حدث، وكأن شيئا بداخلنا يقول لنا هذا هو الصواب. ونحن كبشر نريد دائما أن نشعر أن لدينا حدثا يقودنا للصواب، وأن أحكامنا على الأمور قبل أن تحدث صحيحة بنسبة كبيرة. ففي هذا المثال، عندما نظر الطلاب إلى رقائق البطاطس وعقلهم يقارن فرصة أكل البطاطس بالسردين، كانت الإجابة نعم، هذه تجربة رائعة وهي الأفضل. ولكن عندما كان يقارن البطاطس بالشوكولاتة، كانت الإجابة كان هناك تجربة أفضل يمكنني أن أجربها، فبالتالي هذه التجربة ليست بالضرورة الأفضل. دعنا نتوقف هنا قليلا، لأن هذا الأمر قد يكون أحد أكبر وأهم أسباب تعاسة الكثير من الناس في هذا العصر. هل لاحظت مؤخرا رفض الكثير من الأصدقاء أو من أفراد العائلة اقتراحاتكم للخروج لممارسة نشاط معين؟ هل تلاحظ كثرة التذمر من بعض الناس حتى بعد مرورهم بتجربة جيدة مثل السفر في عطلة إلى الإسكندرية أو الساحل، ولكن يكون تقييمه للتجربة أنها لا بأس بها؟ هل تلاحظ أن الكثير من أصدقائك وعائلتك الآن يفضلون الجلوس ناظرين إلى هواتفهم المحمولة لساعات عن الجلوس مع أشخاص مثلهم؟ هل لاحظت أنك ربما تفعل مثل هذه التصرفات من الحين إلى الآخر؟ لماذا قل حماس الناس لفعل الأشياء؟ لماذا قل حماس الناس للتجربة؟ لماذا لا يترك أحد هذه الشاشات الصغيرة؟ ستكون الإجابة Attentional Collapse. كبسولة. تشتت الانتباه يعوق قدرتنا على تخيل الرضا في المستقبل، طبقاً لجريدة هارفارد. ببساطة، تشتت الانتباه هو عمليات المقارنة التي يقوم عقلك بها ليحكم على التجربة المتاحة ويخبرك إلى أي مستوى ستكون راضياً ومستمتعاً بهذه التجربة. هذه المقارنات تكون مربوطة بتجارب مشابهة خضتها في الماضي أو تخوضها في لحظة المقارنة، تجربة من الممكن أن تحظى بها كما حدث مع السردين والشوكولاتة، وكذلك توقعنا للاستمتاع. وبالتالي قراراتنا تتأثر بقوة بالمقارنات الذهنية التي يقوم عقلنا بها، على الرغم من تأكيد الباحثين أنه أثناء التجربة الفعلية ينشغل انتباهنا تماماً مع التجربة وتسقط كل هذه المقارنات، كما بالفعل حدث في تجربة رقائق البطاطس. فعندما وضع المشاركون البطاطس المقرمشة في فمهم، فإن حواسهم تذوقت البطاطس وقاموا بتسجيل نفس مستوى الاستمتاع. كبسولة. نضيع الكثير من الفرص السعيدة بسبب كثرة التفكير والتوقع. في بعض الأحيان يجب عليك أن تترك لنفسك الفرصة لخوض التجارب والاستمتاع بها دون اتخاذ أي أحكام مسبقة. النقطة الثانية، المقارنة والسوشيال ميديا. دعنا نتخيل معا شابة قامت بفتح الإنستغرام ورأت صورة أحد المشاهير في جزر المالديف يستمتع بصيفه. دعنا نؤكد أن هذا المشهور به جميع المواصفات المرئية المثالية، جسده ممشوق مليء بالعضلات، تنظر لصورته وكأنك ترى لوحة مرسومة بداخل لوحة أخرى من جمال الطبيعة الخلابة. وإذا بهذه الشابة تضغط ضغطتين على الصورة ليسجل إنستغرام إعجابها بالصورة، ثم تستكمل التصفح فترى هذه الفتاة المشهورة تصلها الهدايا من كل الماركات العالمية التي تحلم بها أي فتاة، وإذا بها أيضا ممشوقة القوام ووجهها ليس به حبوب أو هالات سوداء، وتعتليه ابتسامة سعيدة ليس لها مثيل تتاعب متابعيها بروح مرحة، وتجد من بين كل تعليق والآخر من يقول لها ما أجملك، ما أروع روحك الجميلة، أنت تعطينا السعادة والطاقة الإيجابية. إنها حقاً مثال للمرأة المعتمدة على نفسها كلياً، التي تعيش الحياة بقواعدها الخاصة لا بما يفرضه عليها المجتمع. وإذا بزوجها صاحب القوام غير الممشوق المنحني ظهره من هموم الحياة وضغوطات العمل، يرسل لها صورة مبتسما فيها ابتسامة مرهقة تعكس صعوبة يومه، ويقول لها طلبت إجازة 3 أيام وسآخذك في رحلة إلى المعمورة لكي نقضي يومين في النعيم ننسى كل همومنا، يومين دمار شامل كما يقولون. وفجأة
انفجر في رأسها صوت يسأل: المعمورة؟ فإذا بها تنظر إلى المرآة ولا تزال في ذهول، وعقلها ما زال يصرخ في تعجب شديد: المعمورة؟ فإذا بها تجد حبة حمراء في منتصف وجهها، ومع القليل من التركيز اكتشفت المسكينة أن هذه الحبة جاءت مع بعض أصدقائها الحبوب في أماكن مختلفة بوجهها. فتنفست نفسا عميقا، وإذا بها تكتشف أن كريم الهالات السوداء الذي رشحته إحدى الشهيرات لم يحدث أي تغيير، وقد استخدمته لمدة تصل إلى 3 أسابيع حتى الآن. فسكتت قليلا، ثم نظرت إلى رسالة زوجها الحبيب لنفسها، ثم لنفسها في المرآة، ثم إلى السقف المشقق، وعيناها تلمع، ثم قالت: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. النهاية. بعيدا عن هذه النهاية الحزينة، هيا بنا من جديد نحلل ما حدث من خلال فكرة انهيار الانتباه. ماذا سيحدث في مثل هذا الموقف؟ بالتأكيد يمكن أن يحدث العديد من الحالات، منها التالي: الحالة الأولى، وهي الأكثر شدة مثلما حدث في المثال، حالة إحباط واضحة وقوية، لأن عقل الشاب قام بالمقارنة بوعي ووضوح تام. وما يحدث داخل العقل هنا ليس مقارنة دقيقة بما يمتلكه ويفتقده الآخرون، ولكن هي معادلة سطحية بسيطة. هؤلاء الأشخاص يملكون ما يجعلهم سعداء ويستمتعون بحياتهم، وأنا لا يمكنني الوصول لما يمتلكونه، ولذلك لن أكون سعيدة أبدا. وإن لم ينطقها العقل بصوت مرتفع داخل رأسك، هذا ما يحدث بنسبة كبيرة بداخلنا. الحالة الثانية، وهي أقل شدة، وسيكون في هذه الحالة رد فعل الفتاة هادئا يخلو من الحماسة: شكرا حبيبي، لكن لو كانت هذه الإجازة ستؤثر على عملك فلا داعي، لن أحزن ولا تقلق. وهنا انهيار الانتباه أثر في هذه القدرة الشابة على الشعور بالحماس. دائما ما نتحمس حين نتخيل أنفسنا في نفس التجربة التي يقوم بها شخص آخر. فتخيل حماستك وأنت ترى نفسك في أجمل بقاع الأرض، وأنت في أفضل مظهر على الإطلاق، والجميع مهتمون بوجودك وبتجارب حياتك. ثم ينتقل خيالك إلى ذهابك في عطلة لمدة يومين في مكان جميل، ولكن ليس بجمال جزر المالديف، وأنت أيضا لست في أفضل حالاتك البدنية والنفسية. فبالتأكيد هذه الحماسة ستسقط في الأرض كما حدث الآن. ملاحظة مهمة: هذه الشابة تحب زوجها في الحالات السابقة، ورفضها أو عدم حماستها لم يكن مرتبطا داخلها بعدم حبها له، ولكن في كثير من الأحيان نرفض فعل بعض الأشياء مع من نحب، وهذا لا ينقص من مقدارهم شيئا في قلوبنا، ولكن نحتاج إلى الحماس للقيام بأشياء، ووجود شخص نحبه في التجربة ليس كافيا في كل الأحيان. الحالة الثالثة، في هذه الحالة ستكون الشابة متحمسة للذهاب، ولم يؤثر انهيار التركيز على حماسها الأول. ستبدي إعجابها بالفكرة وحماسها للذهاب، وحين تذهب إلى هناك ستحاول التقاط صورة ونشرها على فيسبوك، ولكن سيخرج هذا التردد بداخلها: هل هذه الصورة مشرفة حقا؟ هل هذه الصورة ستحصل على اهتمام وتفاعل؟ دائما ما نقارن ما لدينا بالمتاح، بوعي أو بدون وعي، وإذا كان المتاح يفوق قدرتنا على المنافسة فسينتهي بنا الحال برفض المشاركة. كثيرا ما يجد لنا عقلنا أسبابا مختلفة ومناسبة لنشعر بالراحة بعدم المشاركة وعدم التركيز على السبب الأساسي، وهذا أحد أنواع الدفاعات النفسية الشهيرة التي تحدث عنها سيغموند فرويد. ماذا منع هذه الشابة من مشاركة صورتها؟ هو نفس الشيء الذي يمنع الكثير من مشاركة صورهم أو أخبارهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الآن. حسب ما أعلنته مجلة The Information، فإنه منذ منتصف عام 2015 وفيسبوك يواجه نحو 21% انخفاضا في المشاركات الشخصية للمستخدمين سنة تلو الأخرى، وهذا الانخفاض يحدث بتزامن مثالي مع الطفرة الاحترافية التي حدثت بداخل فيسبوك. فمنذ عام 2015 وفيسبوك يدعم المحتوى الاحترافي، ويدعم ظهور المؤثرين وصناع المحتوى المحترفين، وذلك لأنهم يساعدون الموقع على أن يحتفظ بالمستخدمين بكم أكبر من الوقت، كما هو هدف جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا يؤكد نظرية دكتور دانيال
جيلبرت عن كيف يتخذ الطيبون قرارات خاطئة في أحد خطاباته على منصة تيد، حيث وضح ذلك من خلال مثال رائع وهو التالي: إذا كان هناك 10 تذاكر من اليانصيب كل تذكرة تساوي $1، سيدخل 10 أشخاص، كل منهم سيدفع $، والرابح سيفوز ب20$. يقول دكتور دانيال: معظم الناس سيرى هذه فرصة جيدة، خسارة بسيطة وفرصة مكسب سريعة، ولكن عندما نخبر هؤلاء الأشخاص أن هناك شخصا واحدا اشترى 9 تذاكر، فهناك نسبة كبيرة من الناس ستقوم برفض المشاركة، وهذا لأن الفرص ليست متساوية. وعلى الرغم من أن الاحتمالات لم تتغير، فما زال شراء تذكرة من 10 تذاكر يعطيك احتمالية مكسب 10%. ولكن عندما شعر العقل بأن الفرصة التنافسية غير متساوية وأن هناك شخص آخر لديه احتمالية أكبر للمكسب، رفض المشاركة. وللتأكد من صحة هذا التوقع، قمت بعمل استقصاء بنفس الحالة على تويتر، ومن وسط 2543 شخصاً، اختار 74% منهم أن يتنافسوا مع 9 أشخاص بفرصة عادلة بينهم عن التنافس مع شخص واحد، حتى ولو كانت احتمالية المكسب ما زالت 10%. وهذا ما يحدث الآن مع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما زالت احتمالية حصوله على 10 إعجابات و4 تعليقات من أصدقائه المقربين واحدة، ولكن عندما يقوم عقله بمقارنة فرصة هذه الصورة مع صورة أحد المشاهير، فسيجد أن مشاركة هذه الصور ليست على المستوى المطلوب للمشاركة، وأنها بعيدة تماما عن معايير الجودة الافتراضية، وسيفضل عدم مشاركتها على أن يقوم بوضعها ويشعر بالإحباط الشديد عندما يتجاهلها الجميع ولا يجد من يتفاعل معها كما يحدث مع الآخرين. لماذا يهتم البشر بالتفاعل؟ كل البشر دون استثناء يحتاجون إلى الاهتمام والتقدير، وكل عصر وزمان له الوسيلة المستخدمة للحصول على هذا الاهتمام والتقدير. في عصرنا الحالي، ومع زيادة معدلات التفكك الأسري وزيادة معدلات التفكك الاجتماعي، فاليوم تجد الأهل والأصدقاء جميعا ينظرون إلى هواتفهم المحمولة خلال تجمعاتهم، ولا أحد يلتفت لمن حوله، لا أحد يستمع، وإذا استمع أحدهم لا ينصت. ومن الحالات الغريبة أنه ذكر لي شخص في أحد الدورات أنه أحيانا يتواصل من خلال الواتساب مع أشخاص موجودين معه في نفس الغرفة، ومن هنا تأتي أهمية الإعجابات والتعليقات. هذا هو الدليل الأكبر أننا موجودون، ونحن نحتاج دائما للشعور بأن هناك من يرانا ويلاحظ وجودنا. أحتاج أن أشعر بوجودي، أحتاج أن يراني أحد، سواء بالحصول على التفاعل أو القيام بالتفاعل. ومن رأيي الشخصي أنه لا عيب في ذلك، فلقد خلقنا الله بمثل هذه الاحتياجات البشرية البسيطة، فمن حق كل شخص أن يشعر بأنه مهم، وأنه يحظى بشيء من الاهتمام والتقدير، وأن له الحق في التعبير عن رأيه والتعليق على ما يحدث حوله، وأن يعبر عما بداخله، وأن يخرج مشاعره لمن حوله، وأن يتلقى الإعجاب والتشجيع. كل هذه الاحتياجات وكل هذه التصرفات هي نتيجة طبيعية لكوننا بشرا، ولكن تأتي الخطورة عندما تتم تلبية هذه الاحتياجات فقط من العالم الافتراضي، وأن يفقد الواقع تماما قدرته على تلبية هذه الاحتياجات، فيصبح اللايك نحن نراك، اللايك نحن نتقبلك، اللايك نحن نحبك. والأخطر أن اليوم تم تحميل مفهوم خاطئ لدى كثير من الشباب أن قيمتك تتساوى طرديا مع حجم التفاعل الذي تحصل عليه عند استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي. يحدث معي باستمرار أن أقابل شخصا ونتكلم وهو لا يبدي لي الاهتمام الكافي، ولكن عندما يخبره أحد الحضور: كريم شاب مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعه أكثر من 2 مليون متابع على المنصات المختلفة، فورا يقوم هذا الشخص بتغيير نظرته وأسلوبه. ولا أعيب على هذا الشخص، ولكن أحاول توضيح تأثير ما يحدث الآن على عقولنا من هذه المقارنات المبنية على الأرقام. أحد المشاهير يوما قال بالنص:
أنا لا شيء دون صفحتي. لو تمت سرقة الصفحة اليوم غدا حياتي كلها ستنهار. نعم، إلى هذا الحد يتعلق الناس بالتفاعل. هل تعلم أن هناك من يبيع المتابعين المزيفين والإعجابات المزيفة وأيضا التعليقات المزيفة؟ خلال عملي كحكم في واحدة من أكبر المسابقات لصناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، واجهنا الكثير من هؤلاء، وللأسف هناك الكثير من المشاهير في العالم الافتراضي ولا يعلمهم سوى 10% من عدد المتابعين لهم. ذلك ببساطة لأن البقية مزيفون. فأي تأثير هذا الذي يجعل أحدا يدفع المال ليحصل على تفاعل مزيف؟ وأي تأثير هذا الذي يجعل الإنسان مستعدا لأن يشارك تفاصيل شخصية لا تليق مشاركتها، أو يقوم بفعل شيء شاذ للحصول على القليل من الاهتمام والتقدير؟ وفي النهاية يتسبب بعض هؤلاء المتاعيس الباحثين عن الشهرة المزيفة والحياة المفبركة في إحباط الكثير من الشباب الرائعين المتابعين لهذه المواقع. لو كنت مكانك لسألت نفسي: لماذا يكتب كل هذا الكلام عن مواقع التواصل والمشاهير؟ أنا لست مشهورا، وقد أكون غير مهتم بأن أكون مشهورا، فما الغرض من هذا الشرح المكثف؟ أشكرك على هذا التساؤل الرائع. ما أردته من هذا الجزء هو أن تعلم جيدا من شخص داخل هذه الصناعة ويعرف أكثر من نصف المشاهير الموجودين على الساحة بشكل شخصي، وأحيانا ما أقوم بجلسات لكثير منهم، وأؤكد لك أنهم مثلك تماما، يعانون من إحباط شديد في كثير من الأحيان، وأن حياتهم ليست بهذه المثالية وهذه الجودة. إنها مجرد مهنة، وهذه المهنة تقتضي أن يعرض أسلوب حياة ممتعا وجذابا لكي يناسب الشركات العالمية والماركات ليقوموا بوضع منتجاتهم وعروضهم من خلال هذه المشاهد الجذابة والممتعة. فكثير منهم لا يملك رفاهية الاختفاء أو عدم الظهور لأنه مرتبط بعقود وإعلانات، وكثير منهم لا يملك ترك هذه المنصة لشهور لكي لا يفقد نمو الأرقام على صفحته، وبالتالي يضيع فرص زيادة سعر الإعلانات على صفحته. لهذا يجب عليك أن تعلم يقينا أنه لا يجب عليك أن تقارن بين ما تراه في هذا العالم الافتراضي وما يحدث في حياتك الشخصية. كبسولة: هذه المقارنات غير المباشرة تقوم تدريجيا بتدمير كل ما تستمتع به، إما بالإحباط أو بالتأثير على حماستنا أو عدم رضانا عن تجاربنا. ولذلك أدعوك إلى عدم الثقة في هذه التوقعات التي تحكم على التجارب. عالم السوشيال ميديا يجعل تركيز الجميع على الظهور وليس الشعور، فالكل يجتهد ليمتلك مظهرا جيدا، ولا أحد يجتهد ليمتلك شعورا جيدا، والنتيجة مجتمع سطحي مدعٍ للفضيلة والسعادة، مليء بالكبت النفسي والإحباط والاكتئاب. وكالعادة أعلم أنك تظن أن الغرض من هذا الجزء هو عدم الوثوق في التوقعات المسبقة المبنية في كثير من الأحيان على المقارنة التي كثيرا ما تقتل سعادتنا، خصوصا عند استخدام السوشيال ميديا. فإن كان هذا ما تظن حقا، فأنا أؤكد لك أننا ما زلنا على وفاق تام في هذه الاستراحة. والآن هيا بنا لنكتشف ماذا سيقول لنا العلم عن المعتقدات الخاطئة المتبقية عن السعادة.